مسهل الحال يا رب. مبدئيا كده ثواني بس، ثواني اما اخد غشفه من المج بتاعي، اخد غشفه تانية، غشفه تالتة. يعني لو ما خدتوش بالكم يعني لو ركزتوا هنا بس كده، جحيم الوعي لسه ما خدتوش بالكم يعني. اللوجو الرئيسي الرسمي، افضل واجمد واروع برنامج على اليوتيوب. شكر خاص لصديقه البرنامج اللي جابت لي المج ده. معكم احمد ابراهيم في جحيم الوعي. حاسس بقى ان انا خلاص كده، انا دلوقتي برنامج بقى وبرنامج تلفزيوني بقى لازم اقعد بالشكل ده كده واكلمكم بالطريقه دي واخد رشفه من ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه جديده من المخبر الاقتصادي. حاول نحكها مع الحته اللي فوقنا دي، مع البرامج النظيفه دي، فاهم؟ حاسس ان انا مش عايز ادي مقدمه، انا مش عايز ادي مقدمه تاني، عايز اقتل المقدمه. تدوا انتوا ازاي يا جدعان؟ حد يساعدني في الحوار ده. اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه. اهلا بيكم يا رزيعه. صباحو ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله لسه عاملين ايه؟ كله لسه. يا عيني يوم بجد. نفسي بجد يبقى ليا هويه، نفسي يبقى ليا انترو زي الناس اليوتيوبرز. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من سلسله جحيم الوعي كالعاده زي كل اسبوع، فاعمل لايك واعمل سبسكرايب. المج تمام، انا ما خدتوش بالكم يعني. حلقه النهارده هنتكلم عن الفود بلوجرز، الناس اللي بتطبخ على تيك توك. وحابب بقى ان انا اقول لكم ان انا خلاص ثبت فقره في البرنامج، ثبت فقره الشارع دي، فقره الشارع اللي انا عملتها الحلقه اللي فاتت دي هثبتها ان شاء الله يعني. احاول قد ما اقدر ان انا اثبتها ان شاء الله، وان يكون محمد نصر فضيلي ان هو ينزل يصورني، فحاول اثبتها. وهسميها اسميها فقره المراسل، فقره المراسل احمد ابراهيم. مساء الخير احمد ابراهيم مراسلنا من ارض المعركه. احمد ابراهيم هل تسمعني؟ نعم صديقي احمد، اسمعك بوضوح. احنا دلوقتي في شوارع المنصورة ايه؟ احنا دلوقتي في شوارع زهراء المعادي. يلا بينا. طبعا كالعاده الشارع فاضي كالعاده يعني، مفيش جديد يعني يا جدعان. ندور برضه على الناس برضه، مش عارف انتوا ما بتنزلوش ليه يا جدعان، انا مش فاهم. دلوقتي احنا في رحله البحث على حد نساله. هنشوف بقى اي حد ماشي في الشارع نوقفه او نشيله. هو ما رضاش، انا هشيله. لو خدتوا بالكم في تطور، المره اللي فاتت كنا بسكوتر، النهارده خلاص بقى فلوس اليوتيوب اشتغلت، جبنا عربيه. تاكل كافيار كم مره في الاسبوع؟ الكافيار ده معلش. وجبتي الاساسيه عامه. هخيرك ما بين اختيارين، امك ولا المكرونه بشاميل؟ مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل. امك ولا الكافيار؟ كافيار طبعا. كافيار طبعا. طب انت بتحبش ايه طيب؟ في العموم اي اكله. ايه الاكل اللي بتحبها؟ المكرونه الحمراء. المكرونه الحمراء. امي ثم امي ثم امي، لازم كلنا نطيع امهاتنا. ما حدش له غير امه في الدنيا دي. ما حدش له غير امه في الدنيا دي. دي رساله النهارده. ما حدش له في الدنيا دي غير والدته. امك ولا البشاميل؟ لا امي. هي اصلا انت بوظت الدنيا. البشاميل. امك ولا البشاميل؟ لا بشاميل. لا بشاميل. امك ولا البشاميل؟ مش عارف والله. عايز تمشي طيب؟ خلاص والله يا اسطى امشي يا اسطى. انا هسالكوا هسالك واحد على اقف هنا جنب. امك ولا البشاميل؟ بشاميل. المصروف اتقطع كده عنك خلاص. اخر مره اكلت فيها بشاميل امتى؟ من شهر ونص كده. شهر ونص كده. طبيعي تختار بشاميل عن امك. هو انا بقيت احس الاحساس اللي الناس بتحسه. من نفسك مش عارف. معانا واحد انا ما اعرفوش خالص، اسمه محمد نصر، عمري ما شفته في حياتي. حتى بص هو مش واخد باله لسه ان انا جيت. ازيك عامل ايه؟ حبيبي يا امك. امي. طب اكمل يا اسطى ما هقول ما تقولش يا اسطى. هبدا ما تقاطعنيش. امك ولا الكافيار؟ لا كافيار. لا كافيار. كافيار صح؟ مش وقت امك. لا يعني لا، كافيار احسن بكتير. كافيار احسن بكتير. طب امك ولا البشاميل؟ بص فوق معايا. امك ولا البشاميل؟ اختار. حاسس ان انا ممكن اختار البشاميل. البشاميل البشاميل. لا دي امك يا اسطى. كده بشاميل، روح شمال شويه كده ايوه هنا. الطبقه بتاعت البشاميل السايحه اللي فوق بحسها افيد من امي. بحسها افيد من امي. يا طن انا بحبك انت عارف كده. ده علاق انا ما اعرفوش. محمد نصر انا ما اعرفوش. محمد يا محمد خد يلا تعالى افتح فلاش. سلم على احمد ابراهيم انا المراسل بتاعه. احمد ابراهيم. شاوت اوت لزميلي احمد ابراهيم من ارض الاستوديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لعزيزي احمد ابراهيم، شكرا جزيلا ليك. نخش بقى في الفيديو، على طول. اكتر دعوة بتمناها انها تتحقق هي انه اقدر اكل كل هالحلا. وايه اللي منعك ما تاكليها؟ هو واحد بيعمل رياكت على اي حد بيعمل وصفه، هو بيقوم واخدها ويعمل عليها رياكت، بس بطريقته بقى، طريقه الكوميديا بقى بتاعته، فاهم؟ خفه دمه الجميله دي، فاهم؟ اكتر دعوة بتمناها انها تتحقق هي انه يعني بص هنا هي بتتكلم بتقول اكتر دعوه بتمناها، هو بقى عشان دمه خفيف بقى وعامل كده.
انا مش قادر اكمل الفيديو. انا شفت من الفيديو 4 ثواني ولا 5، انا مش قادر اكمل الفيديو. هي انه اقدر اكل كل هالحلا، وايه اللي منعك ما تاكليها بدون ما اسمن؟ بدون ما اسمن؟ انا نفسي اسمن. حرفيا اي حاجه، اي فيديو هو بيجيبه هو دايما معترض عليه ودايما بيتكلم بنفس الطريقه دي. بدون ما اسمن؟ انا نفسي اسمن. انا نفسي اسمن. بس خليك طبيعي يا اسطى، والله العظيم الكوميديا دي ما عادش شغاله. قولوا امين ويلا نبلش. 3 كوبايات حليب، 3 كوبايات لبن. حاجه كمان برضو اقولها لكم عشان انا بيج فان ليه بجد، بقالي 3 او 4 ايام عمال ماسك كل فيديوهاته، بجلد نفسي وبتفرج عليها. مسكت معظم فيديوهاته، مسكتها اتفرجت عليها كلها. هو بيكره اي حد يقول حليب، ما بيحبش حد يقول حليب، هو بيقول لبن. بيتضايق جدا لو سمع حليب. 3 كوبايات لبن، 3 معالق سكر، و3 معالق نشا، باعي ونص. انا بعشق رياكشناته يا جماعه، بعشقها. عشان بصوا الجمال، نظره اللي هو انا بضحك، انا دمي خفيف. واكيد ما بننسى الفانيلا. عندي فانيليا سايله اللي هي بتاعت الاغنياء عقبالك. ما فهمتوش الافيه. هو قصده يعني ان هو ايه، عنده فانيليا سايبه بتاعت الاغنياء، ان هو غني يعني وبتاع. المهم ان هو اي افيه برضه بيقوله او اي حاجه هو بيرميها طالب منها ضحك، هتلاقيه بعدها بيدي رياكشن اللي هو ايه. تعرفوا انه هيك تقريبا خلصنا؟ بصراحه مش مصدقك. عفوي الواد قنبله عفويه. انا والله انا بص، انا ما عنديش اي مشكله معاك، بالله عليك غير طريقتك عادي. ممكن نضحك من غير ما نتكلم بالطريقه دي، فاهم؟ ممكن نضحك وممكن نعمل رياكشنات من غير ما نتكلم بالطريقه دي. ميكس زغطه دي ولا ايه؟ ماشي ساحه اهو. دمه خفيف الولد دمه خفيف، يخرب بيت عقلك. يام 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 يوم دي حياة الأغنياء، مستغربين ليه؟ ده افيه لو محدش خد باله، محدش ركز يعني ده افيه او ده بيحاول يضحك بيه. ما بحب انطر. معلش امسحوها فيا، انا هنحط شوية جوز هند وندخلهم التلاجة. نفس الرياكشن، هو بيخلص كلامه لازم يعمل من التلاجة. ترمسوه على الصباح للفطر. في ايه يا جماعة؟ انتوا لازم تخدوني كده. عفوية يا جماعة، ينفع تخدوا كده يا جماعة. ده الهوك يا جماعة، لو مش واخدين بالكم ده هوك الفيديو. يا ابني وصفة الترميسيو دي طالعة ترند بشكل مش طبيعي. لا قادر اكمل والله يا جدعان، قادر ابص عليه بشكل مش طبيعي وكل الناس عمالة تتكلم عنها. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ هتنزل لي يلا بكوباية شوفان. وادي كوباية شوفان وعليهم 3 معالق كاكاو. عينيا حاضر. 2 3. وعليهم معلقة ونص من بذور الشيا. وادي بذور الشيا. وننزل ب3 معالق قهوة. اسألوا كان. لو ما خدتوش بالكم برضه من الافيه يا جماعه، ركزوا يا جماعه، انتوا مش واخدين بالكم من الافيهات اللي هو بيعملها، واخدين بالكم من رياكشناته الجميله المضحكه. ما خدتوش بالكم يعني هو هنا ماسك المعلقه فبيسرح يعني شنبه يعني بالمعلقه، بيسرح شنبه، فاهم انت ازاي؟ ما ضحكتش، بقول لك بيسرح. عفويه دي بقى، عفويه اللي بتضحك. هو ده الجاي، هي دي طريقه الضحك، هو ده الضحك الجديد، هي دي خفه الدم بقى والعفويه الجديده. ذوبان. عينيا حاضر. عينيا حاضر. واخر حاجة كوباية لبن. ماشي شغال يا جدعان. افيه جديد. واخر حاجة كوباية لبن. افيه جديد برضه عشان ما حدش خد باله. هو هنا بيشرب من الكوبايه الفاضيه، يا جماعه، بيشرب من الكوبايه الفاضيه. هعيدها لكم تاني. واخر حاجة كوباية لبن. خدتوا بالكم؟ تاني. واخر حاجة كوباية لبن. خدتوا بالكم يا جماعه؟ لا ولا حاجه، مفيش حاجه. لا انا كويس تمام. ابويا بيطمن عليا من بره، هنجيب له بقى فيديو تالت. انا النهارده هخليكم تجلدوا ذاتكم معايا. اهو حاضر ماشي. لازم يقول الجمله دي بتاعته، عينيا حاضر او اهو حاضر ماشي. تلج طلع ميه. تلج عامه اللي هو واخدها باينه للاعمى ان هي من جوه ميه. بصوا يا جماعه بالله عليكم، بصوا ركزوا، التلجه بتلمع، تلجه شفافه جدا، مش بيضه مثلا شويه، فهي باينه جدا ان هي لسه ما جمدتش. فهو بيتصنع العفويه، فهو بقى يعمل ايه بقى؟ عشان انا عفوي جدا، عامل نفسي مش واخد بالي بقى ان التلجه دي ايه لسه ما جمدتش، فهو كسرها. ايه ده؟ التلجه طلعت ميه. تلج طلع ميه. هو عايز نوع من انواع الكومنتات اللي هو يقول له ايه بقى؟ انت امك لو شافتك هتعلقك، انت امك هتشلوحك، اللي هو نوع الكومنتات ده. امك لو شافتك انت واد لعبي وعفوي عادي يعني. سكتها ولا لا؟ امي هتشلوحني. يا لعب يا شقاوه يا شقي انت. هو عايز النوع ده من الكومنتات يا جدعان، هو منزل الفيديو ده عشان النوع ده من الكومنتات. تعالوا نشوف كده الكومنتات بجد والله. هو يا جماعه دي الكومنتات: نظف قبل ما تيجي امك تقلب الدنيا عليك.
يا لاعب انت. مها كاتبه ايه؟ مسكتها ولا امي هتشلوح؟ يعني حاطه نجمتين بقى، مسكتها ولا امي هتشلوحني. دي ضحكتها، دي ضحكت مها قوي، ضحكتها قوي لكنها كتبتها كومنت. بص بقى دعاء كاتبه ايه؟ ده انت امك هتعملك عجينه. هو ثواني بس كده، انا عايز اعرف هو عنده كام، بس كام فولور؟ عنده مليون. عنده مليون. ده انا هتفشخ في الكومنتات. طب اي حد من الفانز بتوعه ما يشوفوش الفيديو. عنده مليون. انا خلاص يا جماعه مش هتكلم عليه تاني، الراجل ده خلاص. معقولة هاي الرقية تطلع هذا الجمال وأنا هم مثلكم كنت مصدومة. رجيتي قصدك بطيخ، محدش بقى يقول. بص ده نفس الكوميديا بتاعت عمر، نفس الكوميديا. ناخد كلام الخلايجه، كلام اللي مش مصريين، نقول له ايه ده رجيتي اسمها بطيخ. رجيتي قصدك بطيخ. ايه ده حليب ايه اسمه لبن. لبان. دي كوميديا عند ناس. يبقى انا اللي فيها المشكله يا جدعان والله. رجيتي قصدك بطيخ، محدش بقى يقول لامي عشان لو عرفت ان انا خدت نص البطيخه هتطردني بره البيت. فاهمين قصدي؟ نفس كوميديا اللي هي امي هتطردني بره البيت عشان انا ولد شقي. لو عرفت ان انا خدت نص البطيخه هتطردني بره البيت. فاهمين قصدي؟ انا ليه بشرح؟ ما انتوا فاهمين. تجيب خاشوقة حليب مكثف. اقفل يا عم مش هنكمل الوصف. شوف عامل لكم سحر عامه. يا نهار ابيض جبتها من ورا ودنكم. دي عفويه يا جماعه، ده عفو. بس انا هعمل اي حركه دلوقتي مجنونه تبين لكم ان انا عفوي، فاهم؟ انا هقوم اتشقلب اجيب ازازه المايه دي من ورا ودنكم سوا. انا بعمل بقى كل اللي في دماغي بقى. انا هقوم ارقص يا جماعه عشان انا عفوي. يلا عفويه. نعمل النهاردة بقى وصف. لا السيدة نادية الجندي دي لا انا بموت فيها يا جدعان. ست الكل والله العظيم. مش عارف ايه اللي جابك هنا، انا اسف. طلع على السلم بقى جايبه كابتشينو، بتقول لي اصل نفسي في كابتشينو يا حماتي، رحت نتشاه من ايديها كده قلت ده هيرجع. البنت اللي بتشرب قهوه قليله الادب، اللي بتشرب كابتشينو قال ده زي ده قليله الادب، اللي بتشرب نسكافيه قليله الادب. هي دي الفود بلوجر، دي اللي يتقال عليها فود بلوجر. اي بنت بتشرب كابتشينو فانت قليله الادب، دي اسمها قله ادب. تشربي كابتشينو ونسكافيه، ايه السفاله دي؟ ناقص بقى تشربي ميه زينا، ناقص تشربي بقى ميه زينا، ناقص تشربوا ميه زينا. تشربي انت عايزه تشربي قله الادب دي. ما شافتش ريحه الربايه وصايع. مره واحده كده ما شافتش ريحه الربايه وصايعه مبدئيا يعني. تشرب كابتشينو ونسكافيه وقهوه والكهن ده والحاجات اللي بتشربها دي كلها، المشروبات اللي بتشربها المفروض ما تشربهاش، تديها علقه موت يا اختي. اخر كوبايه اليانسون تطفحيها، ولو مش عايزه اشربوا يا جماعه كوبايه. لازم شده محترمه فعلا. لو حطينا جبنة برجر صوص بيتزا. هو ده بقى اللي انا بحبه، هو ده النوع اللي انا بحبه. هو ده راجل طالع يديك الوصفه وخلاص، بس من غير ما يضيف حاجه، من غير ما يبين ان هو دمه خفيف، من غير ما يبين ان هو عفوي. عادي هو جاي يقول لك هتحط كذا في كذا في كذا ومش عارف ايه، هتقلب طلع لك كذا. والله العظيم الراجل ده عالمي. اعملوا زيه يا جماعه، ما الموضوع طلع سهل اهو. لبان. كريمة، كمون، شطة، فلفل اسود، ملح وثوم وبابريكا. حتى خايف على وقتك بدأ يغاب. كمون فلفل اسود شطه حمراء. كمون، شطة، فلفل اسود وملح. ويبقى كده عملنا احلى مكرونة اخر الليل. هتغاضى عن الرقصه اللي هو رقصها دي. لكن المعلومه على طول. وفي الاخر كده لازم حته عفويه. هم لازم عفويه، لازم برضه في الاخر يديك حته عفويه. هو في الاخر كده رمالك حته عفويه كده في ثانيه وقفل. هو قفل على طول. فبس كده يا جماعه، انا بصراحه تعبت جدا. بس كده يا جماعه الفيديو كده خلص. انا دلوقتي بعمل حركه عفويه زي الفود بلوجرز بالظبط. بحاول اعمل نفسي عفوي. الله بقى المج اللي مكتوب عليه اسم البرنامج يعني وكده عفوي بقى وكده. بس كده الفيديو خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لا والله يا جماعه بجد مش عايز حد يزعل من الفيديو. الكارت اللي انا دايما برميه. انا بهزر. كان معاكم احمد ابراهيم. بس كده يا جماعه.